خلاص هدمسه، فانا لقيت الميه بتاعته معكره شويه، فانا هشطفه كمان شطفه كمان واحده وابتدي ادمسه. ما اسيبش زي ما انتم شايفين كده. انا بستخدم جزره مبشوره، ليمونه مقطعاها شرايح وليمونه مقطعاها نصين عشان هعصرها على الفول من فوق. تمام كده. الفول على فكره في البيت تحفه تحفه، هيعجبكم جدا، طعمه رائع. ومش هتشتري تاني من بره ابدا، بجد والله. هنا نسيت قرن الفلفل الاخضر او احمر زي ما انت عايزه، تمام زي ما تحبي، وثمر الطماطم. تمام. تمام كده. دي نص معلقه من الكركم، وهحط برضو في الحله نص معلقه من الكركم او اقل شويه كمان عشان الكميه اقل. تمام. ونص معلقه صغيره من ملح الليمون. ملح الليمون ده يا جماعه بس هو كمان ده حافظه، وبيدي مزازه حاجه بسيطه كده في الفول. تمام. بس انا بحطه كمادة حافظة عشان يحافظ لي على الفول، لان انا هفرزه في الفريزر. هنحطه في اكياس ونفرزه. تمام. هينفعني في شهر رمضان. احنا بصراحة اول ما عملناه كمان يعني بصراحة عملت يعني طبق كبير كده ولازم طبعا كنت ادوقه، واكلناه بصراحة كان تحفة. تمام كده. ادي اللي في الحلة وادي في اللي في الدماسة، ويلا بينا على البوتاجاز. هنا انا ما عصرتش الليمون فهعصره وهو على البوتاجاز كده. انا بوريكم هنا انا هحطه على اصغر عين عندي، عين صغيره، وهوطي كمان النار اخليها زي الشمعه. تمام. نفس الكلام هعمله مع الحله. هعصر النص الليمونه وكمان هسيبه على العين الصغيره خالص. تمام. زي الشمعه. وهياخد معايا حوالي 5 ساعات على النار، وهيطلع لي بالشكل القمر ده. بجد جميل جدا. اهم حاجه يا جماعه في الفول، اختار الفوله الفاتحه. تمام. يمكن كمان لو خدتوا بالكم من الفيديو اللي قبل ده اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، الفول كمان كان افتح من كده وكان كهرمان. دي غامقه سنه، ولكن برضو كان جميل جدا وتحفه. بس عايزاه بقى اللون اللي انت بتشوفيه اللي هو زي بتاع بره بالظبط، هاتي الفاتحه خالص.